إيه رأيك لو جسدك مش بتاعك؟ لو حد بيسمع بودانك، بيشوف بعينيك، ومستني آخد مكانك. بالكابوس ده بتبدأ قصة بنت اسمها باتريشيا. بتدخل على دكتور نفسي وهي خايفة. أنا مش مجنونة، بتصرخ. حد بيتحكم فيا، خد عينيا ووداني ومناخيري، ومستني يتملك في جسدي كمان. الدكتور سمعها، لكنه فاكرها بتتخيل. لسه ما يدريش إن باتريشيا بتقول الحقيقة. لو بتحب أفلام الرعب النفسي، اشترك دلوقتي في قناة شرح الأفلام at Cinema Explained Arabic. إحنا بنبدأ. المشهد الجاي بينقلنا لبرلين. بنت اسمها سوزي جاية تقدم في أكاديمية رقص مشهورة. بيرفضوها عشان ما عندهاش خبرة، عمرها ما اتعلمت رقص. سوزي بتتوسل للمدرسين يدوها فرصة، ولما بدأت ترقص كل الناس اتصدمت. رقصها كان مثالي، حتى اللي رقصوا 20 سنة ما عادش عندهم زيها. في القاعة كانت مدام بلانك، أشهر راقصة في العالم. انبهرت قوي. سوزي دخلت الأكاديمية على طول. سوزي كمان أخدت أوضة جوه الأكاديمية، وروها مكان فيه حاجات مش بتاعتها. اللي كانت ساكنة فيه قبل كده فجأة اختفت. من كلام المدرسين عرفنا الحقيقة الصادمة. البنت اللي راحت لدكتور باتريشيا كانت ساكنة هنا، اختفت من يومين. لكن اللي يصدم إن الأكاديمية مش أكاديمية خالص، دي جماعة. الستات اللي قاعدة على التخت بيناقشوا طقس عملوه على باتريشيا. الطقس فشل، عايزين ضحية جديدة. كل اللي باتريشيا قالته للدكتور حقيقة. سوزي عارفة حاجة، بكرة بتتمرن مع مدام بلانك، وهي بتتمرن سمعت كلام عن باتريشيا المفقودة وبدأت تقلق. مدام بلانك نبهتها، ما تسمعيش الكلام الفاضي ده. قربت منها، مسكت ايديها ورجتهم بطريقة غريبة. بعدين طلبت منها ترقص. سوزي رقصت جامد، لكن هي مش عارفة إن رقصها في اللحظة دي كان بيقتل بنت تانية اللي كانت عايزة تفضح الستات دي. لما الرقص خلص شفنا جثة البنت دي، جسمها متلوي بطريقة مش طبيعية، كل عظمها مكسور، ماتت. دلوقتي مفيش شك، مدام بلانك واللي معاها ستات ساحرات. ستات تانية جت وقرت دعوة. البنت بدأت تتنفس بطريقة غريبة، كأنها بتعيش تاني. بس بدل ما يساعدوها خطفوها بخطاف وجروها لغرفة سرية. سوزي ابتدت تحلم بكوابيس، فهمت إن باتريشيا كانت بتقول الحق. قررت تفهم اللي بيحصل، وصاحبت بنت من هناك. في الوقت ده الدكتور كان بيقرأ مذكرات باتريشيا، فيها أسماء الستات اللي شغالين في الأكاديمية ومساعديهم، وسر كبير. عندهم 3 أمهات، أقدم وأقوى ساحرات لسه عايشين. الدكتور كلم البوليس، لكن البوليس دخل الأكاديمية. حصل لهم حاجة غريبة، الساحرات هجموهم بأذهانهم وخرجوا فاكرين حاجة. سارة صاحبة سوزي اختبأت في الدولاب وشافت كل ده، اترعبت. بكرة الصبح سوزي بترقص، وحست فجأة إن حد بيجرها لتحت من تحت الأرضية. تحت الأرضية فعلا في حد، مخلوق بإيدين قديمة ومرعبة. دي ماركوس، أقدم وأقوى ساحرة، عايزة تنقل روحها لجسد جديد. الأول حاولوا يعملوا كده مع باتريشيا، بس هي هربت. دلوقتي هدفهم سوزي. بس مدام بلانك مش عايزة سوزي تتأذي. هي ساحرة بس طيبة، بتبعت لها أحلام تخوفها عشان تهرب. بس سوزي فضلت. مرة صحيت من كابوس بتصرخ، أصحابها بالعافية هدوها. المشهد بينقلنا لقسم البوليس. الضباط اللي دخلوا الأكاديمية فاكرين حاجة، حتى عارفين هم كانوا هناك ولا لأ. الساحرات مسحت ذاكرتهم. في الأكاديمية سوزي زعلانة، عارفة الحقيقة ومش قادرة ترقص كويس. مدام بلانك حست بكده، استخدمت سحرها ونقلت موهبة راقصة تانية لسوزي. البنت وقعت مغمى عليها. الدكتور لسه بيدور في مذكرات باتريشيا، لقى معلومات عن ال3 أمهات وقرر يكلم سارة. سارة في الأول ما صدقتش، بس بعدين قررت تتأكد. سارة دخلت صالة الرقص خلسة، لقيت باب سري ورا المراية، سلم بينزل لتحت. سمعت صوت الساحرات وهم بيعملوا الطقس. نزلت خايفة، شافت حاجات سحرية كتير، خطفت خطاف وحاولت تهرب. بكرة قابلت الدكتور وقالت له انت كنت صح، هم ساحرات، بس عايزين ايه؟ الدكتور حكى لها قصة ال3 إخوات اللي في القرن ال11 اتعلموا السحر الأسود، سافروا الدنيا كلها، جمعوا ثروة وقوة.
بيقولوا لسه عايشين، بيتسموا أمهات الساحرات. ماركوس الساحرة العجوزة اللي تحت الأرضية هي واحدة من الأمهات دي. كانت عايزة جسد باتريشيا، بس دلوقتي عايزة جسد سوزي. الدكتور قال لسارة كمان إن مش كل الساحرات شيطانات. مدام بلانك طيبة ومش عايزة تموت ناس كتير في الأكاديمية معاها. سارة رجعت الأكاديمية. يوم العرض الكبير جه، الكل بيتجهز. سارة دخلت القبوة عايزة تلاقي باتريشيا، ولقيتها، بس باتريشيا شخت خالص. منظره خلى سارة تعيط. فجأة سارة حست إن وراها حد. حاولت تهرب، وقعت وكسرت رجلها، العظم طلع بره. سارة وقعت مغمى عليها. الساحرات لقوها، عالجوها بالسحر ومسحوا ذاكرتها. سارة طلعت على المسرح ورقصت، بس وشها ميت، عينيها اتبقوا خضر. رقصها كان مثير. في حركة صعبة رجلها المكسورة ثابت ووقعت. العرض فشل. الساحرات غضبانين. بالليل مدام بلانك جات لسوزي، اتكلموا بالتخاطر. بلانك قالت: انت جيتي هنا عشان حاجة، أنا مش عايزاكي تشاركي في الطقس الأسود ده، هعمل أي حاجة عشان أنقذك. في الوقت ده الدكتور شاف مراته اللي ماتت من زمان، مشي وراها، لقى نفسه في الأكاديمية. الساحرات كانوا عايزين شاهد عيان للطقس، اختاروا الدكتور عشان عجوز وهيموت قريب. لو حكى الحقيقة محدش هيصدقه. جاه الليل بتاع الطقس. كل الساحرات اجتمعوا في القبو. ماركس شكلها مرعب، ما عندهاش عيون، مكانهم عدسات زي الكاميرا. جسمها عجوز وشنيع. باتريشيا وسارة وبنت تانية راقدين على المسبح. بطن باتريشيا مقطوع بس مش بتتحرك. الطقس اتعمل على سوزي. روح ماركوس كان مقرر يتحط فيها. مدام بلانك آخر مرة سألت سوزي: انتي مستعدة؟ سوزي ردت: بلانك قالت: لو مش مستعدة نقدر نوقف الطقس. ماركوس زعلانة، خطفت سكينة، طعنت مدام بلانك من ورا، كادت تقطع رقبتها. بعدين قربت من سوزي وقالت: غمضي عينيكي وفكري فيا. روح ماركوس دخلت جسد سوزي. فجأة مخلوق رهيب ظهر في الأوضة. كل الساحرات عرفوه، ده الموت. الموت انحنى قدام سوزي. كل الساحرات اتصدموا، حتى ماركوس. مين انتي؟ سألت. وهنا حصل أعظم مفاجأة في الفيلم. سوزي ردت: أنا سيسبيريا، أم الساحرات الحقيقية. سيسبيريا سنين طويلة كانت بتدعي شخصيتها. سيسبيريا جات عشانها. بإشارة منها الموت قتل ماركوس وكل أتباعها واحد واحد. بعدين سيسبيريا فتحت صدرها. تحت الجلد كان جسمها القديم المرعب. قربت من الثلاث بنات المعذبات. هم اتعبوا ما يعيشوا. سيسبيريا حررتهم من الألم وأخذت أرواحهم. الشر اتدمر من الأكاديمية. الفجر جه، الأكاديمية بقت نظيفة. سوزي دلوقتي سيسبيريا قربت من الدكتور، اعتذرت له إنهم لعبوا بقلبه وبعتوا مراته. مراتك ماتت قالت، ومسحت ذاكرته. الفيلم خلص. دي قصة الشر القديم اللي مستخبي ورا وش حلو، إنه حتى في الظلام في نقطة نور. زي مدام بلانك اللي ضحت بنفسها، وإن القوة الحقيقية مش للي يصوت أعلى، لكن للي ينتظر بصبر في الظل. لو عجبك التحليل اعمل لايك واشترك في القناة @cinema explained عربي. عايزين نشوف أفلام رعب إيه تانية بنهايات مش متوقعة؟ اكتبوا في التعليقات. وافتكروا حتى في أهدى مكان ممكن يكون فيه حاجة قديمة ومرعبة. نشوفكوا في الفيديوهات الجاية.